لو انت من الناس اللي عملت عملية ازالة الغضروف او حتى عملت اصلاح وتخييط ليه وعاوز تعرف ازاي تأهلهم، كمل معايا الفيديو ده للاخر لان الكلام اللي هقوله ده حرفيا بفلوس. بس عايزك تصلي معايا على النبي الاول. لو جينا الاول حاجة لاصلاح الغضروف وشفنا اول مرحلة في مراحل التأهيل لما بتبدأ من اول اسبوع لتاني اسبوع، بتشتغل تمارين في الاوبن كاينيتيك تشين، السلسلة الحركية المفتوحة، وبتستخدم برضو معايا حاجة اسمها الني ايموبلايزر، اي داعم للركبة. وطبعا انت بتحاول تقلل درجة الألم على قد ما تقدر. وبعد كده بقى المرحلة التانية من أسبوعين فيما فوق بقى بتبدأ إنك تشتغل بشكل جزئي وبمدى حركي خفيف في السلسلة الحركية المغلقة الكلوزد كاينيتيك تشين، وفي نفس الوقت أنت بتقوي العضلات المحيطة حوالين الركبة، زي إنك ممكن مثلا تعمل التمرين ده في وضع الأيزومتريك، زي مثلا تمرين الليج اكستنشن أو الليج كير. وتالت مرحلة بقى لما يعدي عليك من 6 أسابيع فيما فوق والموضوع يبدأ يتطور معاك، هتبدأ تنزل بعد كده واحدة بواحدة بمدى أكبر شوية في تمرين السكوات. وعادي برضو جدا إنك تعمل نفس تمارين الأيزومتريك دي بس تزود الوقت بتاعها. وطبعا كل ده مازال هيخدم عليك أكتر وأكتر إنك تقوي عضلات الرجل الأمامية ومعاهم برضو الخلفيات، وبتشغل كمان معاهم حاجة اسمها الاستقبال الحسي العميق البروبريوسبشن. وآخر مرحلتين بقى من 3 شهور لحد 6 شهور أو حتى كمان 9، وطبعا ده في حالة لو أنت عاوز ترجع لرياضة كرة القدم أو أي رياضة تانية. وبتبدأ بعد كده بقى انك تشتغل تمارين وظيفية فانكشنال زي السكوات، ومعاهم كمان تمارين الاجيليتي او اي تمارين تانية برضو هتخدم على رياضتك. وبعد كده بالتدريج واحدة واحدة هتبدأ تزود من كثافة الأنشطة دي وشدتها من اول ما يعدي 6 شهور فيما فوق، ولما توصل لحد ال9 وتكون في اواخر المرحلة اللي انت هترجع فيها للرياضة بتاعتك.